ما حكم السرية عند الرجال والنساء، وما حكمها على المسافر مدة طويلة؟ العادة السرية، ما قرأت العادة السرية، لا، الأصل أنها حرام، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الأصل الابتعاد عنها، هذه سفر إقامة ابتعد عنها إنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليها، وإنما قال: يا أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، ولم يرشد إليها، فهذه لا تجوز. الإنسان يعني يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته، وإذا كان يعني لا يصبر يتزوج، والحمد لله، يبادر إلى الزواج بدل أن يفعل هذه العادة.